بعد 5 أيام على حبسها بسجن عكاشة على إثر تورطها في مقتل زوجها. أكدت مصادر مطلعة اليوم الجمعة أن الممتلكات التي كان البرلماني عبد اللطيف مرداس قد تنازل عنها لفائدة زوجته وفاء سيتم حجزها مباشرة بعد النطق بالحكم النهائي في هذه القضية. وقالت ذات المصادر إن أرملة مرداس ستفقد الشرعية في الاحتفاظ بهذه الممتلكات، وهي عبارة عن عقارات بمدينة الدار البيضاء وممتلكات وشقق في منطقة بن أحمد، بالإضافة إلى مزرعة بنفس المنطقة وممتلكات أخرى، كما يمكن أن تحرم حتى من الإرث نهائيا. لا تنسى الاشتراك في قناتنا لتصلك فيديوهات جديدة. اضغط على زر أبوني الموجود في الأسفل للاشتراك.